ازيكم يا حبايب سوبر ماما؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب. عامله لكم النهارده شويه قرص باللبن من بتوع زمان، طريقه سهله وبسيطه وهشه كده وجميله جدا، يا رب تعجبكم. بس لاول مره بتشوفوا قناتي متنسوش تعملوا الاشتراك من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك. ويلا كده نشوف الطريقه الجميله اللي معانا النهارده دي. طريقه كده شايفين الكحك ما شاء الله كده، الفطاير هشه كده وجميلة وريحتها تحفة. ويلا كمان عشان تدفينا كده وتبقى أكلة سريعة كده نعملها في الشتاء. بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميلة جدا وطرية وطعمة جدا. هنعملها باللبن العادي، انتوا ممكن تعملوها باللبن الرايب. وهعلمكم دلوقتي يا حلوين ازاي نحول اللبن العادي اللبن الرايب. معايا كيس دقيق واحد اهو، كيلو دقيق. انا هنا استخدمت دقيق الضحى، جميل جدا، بستخدمه في المعجنات، جميل جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنحاول في الاول كده ننخل الدقيق ده. هو كيلو واحد اهو، مش هنكتر، هيقطع معانا كمية كبيرة جدا. انت حاولوا تاخدوا المقادير وتضيفوها على الكمية اللي انتوا عايزينها، ممكن تعملوها بنص كيلو، ممكن اكتر لو حبيتوا. بعد كده هننخل بقى الدقيق كده زي ما انتوا شايفين مع بعض. خطوة ان احنا ننخل الدقيق دي جميلة جدا في اي نوع من انواع المخبوزات. تمام كده، بعد ما نخلنا كيلو الدقيق اهو، هنعمل ايه بقى؟ هنحط على الكيلو الدقيق حوالي معلقتين خميرة فورية. معنا مقادير بسيطة: الخميرة الفورية وسكر ولبن دافي ونص كوباية سمنة على نص كوباية زيت. بعد كده هنعمل الخميرة الفورية زي ما انا قلت لكم كده. هنعمل معلقتين كبار، يعني حوالي كيسين كده الا حبة صغيرين. تمام. بعد كده بقى في الوصفة دي انت ممكن تضيفي كل المقادير مع بعضها، مفيش حاجة قبل حاجة بعينها يعني. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده ضفنا نص كوباية سكر. الكوباية دي كده عبارة عن نص كوباية سمنة، وكملتها بالزيت. بعد كده هنقلبهم كده مع بعض. احنا في الأثناء دي بنعمل ايه؟ احنا في الأثناء دي كده بنبس العجين كده قبل ما نضيف ليه اللبن. يبقى على كيلو الدقيق حطينا نص كوباية كاملة، نصها سمنة، أي نوع سمنة عندكم، ونصها التاني زيت. بعد كده بقى قدامنا في الكيلو الدقيق حوالي من كوباية لكوباية ونص لبن. أنا هنا في الوصفة بتاعت النهاردة استخدمت كوباية ونص لبن. انتوا ممكن حسب الدقيق، بس اهم حاجة في الخطوة ديت يا حلوين زي ما انتوا عارفين اللبن يكون دافي. انا هنا ضفت اللبن يدوب لبن دافي بس. انتوا لو عايزين تعملوه بفكرة الفطائر باللبن الرايب، هتجيبي برضو كوباية اللبن وهتحط عليها معلقة خل وهتقلبيها، هيتحول للبن رايب. انا كده اخدت معايا كمية الكوباية اهو، اعتقد كده ان هي محتاجة معايا زي ما انا قلت لكم. انا عملتها بحوالي كوباية ونص لبن. ادي نص الكوباية. بعد كده بقى هنحاول نلم العجينة معانا. ان شاء الله العجينة مرنة جدا جدا. المقادير خفيفة زي ما انتوا شايفين كده، بس اهم حاجة لنجاح القرص معانا ان الدقيق، لا عفوا اللبن اللي هنعجن بيه يكون دافي علشان الخميرة الفورية تنشط معانا. بعد كده هنحط دهنة صغيرة كده، حاجة ما تسكرش كده بس عشان العجينة ما تلزقش. هندهن بيها كده الطبق زي ما انتوا شايفين، وهننزل بقى بالعجينة وهنغطيها كده بفوطة مطبخ او استريتش رول، اي حاجة الموجود. وهنسيبها حوالي ساعة كده تخمر مع نفسها. زي ما انتوا شايفين كده حلوين، هنغطيها كده. وبعد كده هسيبها حوالي ساعة، وهنرجع ان شاء الله نشوفها كده بعد ما خمرت. حوالي بعد ساعة كده يا حلوين جدا، اشوفها اهي، شايفين ما شاء الله خمرت وبقت جميلة جدا، والعجينة هشة وعندها استعداد كمان تخمر اكتر من كده. بس انا الحقيقة عاملة القرص دي كنا الوقت بالليل، فلو كانت تقعد تخمر اكتر من كده برضو هتدي نتيجة جميلة جدا. انا سبتها حوالي ساعة. بعد كده هنخرج الهواء اللي فيها كده زي ما انتوا شايفين. ممكن بقى تطلعيها على رخامة وتقسميها قطع، وممكن تشتغلي من الطبق زي ما انا هعمل كده.
هنقطعها كور صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، بنفس الطريقة دي كده يا حلوين هتطلع الكمية كلها قد بعض ومتساويين. ممكن زي ما قلت لكم تقسموها قطع كده على الرخامة، يعني اللي انتوا عايزينه، في اكتر من طريقة. بعد كده بنفس الكمية كده بتطلع نفس المقدار، وبعد كده بنكومها كده وهنرصصهم كلهم جنب بعض زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، شايفين كيلو الدقيق عمل قد ايه؟ ده حرام يعني احنا نشتريها بالاسعار المجنونة اللي بره دي، لما من كيلو دقيق نعمل الكمية دي والكيلو بره بكذا. بعد كده هنغطيها ونسيبها حوالي نص ساعة او ربع ساعة كده تخمر شوية. انا الحقيقة ما سبتهاش غير حوالي يا دوب 10 دقايق كده. وبعد كده هنبدأ من اول ما بدأنا، يعني هنبدأ كده من اول المكان اللي بدأنا فيه من الاول كده، لان هو اكيد هيكون خمر عن اللي في الاخر. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ كده نبططها. نكون مجهزين معانا الصواني ودهنينها دهنة زيت صغيرة كده. حافظوا على السمك بتاعها يا حلوين، ما تخلوهاش رقيقة كده عشان ما تبقاش ناشفة معانا. هوريكم السمك بتاعها دلوقتي. شايفين الحجم ده جميل جدا، انتوا ممكن تعملي الحجم الاكبر من كده او الاصغر، ده الحاجه المعقوله. يعني زي ما قلت لكم كده هيكون عندنا الصواني ريحتها جميله جدا جدا، حاولوا تجربوها. معنا الصواني كده دهنها زي ما قلت لكم كده فرشه زيت. بعد كده بقى بسم الله هنعمل الكميه كده كلها مع بعض ونرصصها في الصواني، ونرجع مع بعض كده نشوف عملنا ايه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، عملت معانا كميه جميله جدا. من كيلو دقيق واحد عملنا كمية قرص جميلة اهي. بعد كده برضو بعد ما بططناها كده هنسيبها برضو مع نفسها حوالي ربع ساعة كمان، وبعد كده هدخلها الفرن وهجيلكوا بالنتيجة الأخيرة كده تشوفوها عاملة ازاي. شايفين اللهم بارك، من كيلو واحد دقيق عملنا كمية قد ايه. بعد كده بقى خطوة مهمة جدا، احنا زي ما هقول لكم الاول يا حلوين، احنا بنحطها على الفرن بنكون مولعينه على درجة حرارة 200، وبنحطها في الشبكة اللي في النص وبنسيبها اول ما لونها بيحمر من تحت كده زي ما انتم شايفين، بنطلعها الشواية تاخد وش كده لغاية ما نحمر كل الكمية اللي عندنا. ريحتها جميلة جدا جدا وهشة وطرية كده وطعمها جميل. بعد كده بقى يا حلوين بعد ما بتخرجوها من الفرن، خطوة كده جميلة عشان تفضل طرية معانا، هنبخها بخة مية كده بالبخاخ، هنحاول نبخ عليها بختين مية كده، وبعد كده هنغطيها ونسيبها عشان نقدر نحافظ على انها تكون طرية كده لأكبر وقت ممكن. شايفين من تحت السوا بتاعها عامل ازاي؟ هقطع لكم واحده كمان اهو. ان شاء الله اللهم بارك تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها، وتانيها عندك اكياس في الفريزر، وقت ما بتحتاجي بترصصيها في طاسه وبتدخليها الفرن او على النار فوق برضو، ممكن بتسخن منكم. يا رب الوصفه تعجبكم.